الكارثة كانت هذه البارح ظهر، وهذه راح دير لهم قلق، راح دير لهم قلق حقيقي حقيقي حقيقي. دارها لهم لافروف، مش عارف يقصد ولا ما يقصدش. هذه كانت في منتصف ديسمبر. تناولت وسائل إعلام دولية مؤخرا معلومات مفادها تنظيم تمرين تكتيكي مشترك جزائري روسي في مكافحة الإرهاب للقوات البرية في جنوب البلاد. في هذا الصدد فإن وزارة الدفاع الوطني توضح أن هذا التمرين العسكري المشترك الذي كان مبرمجا ضمن نشاطات التعاون مع الجيش الروسي في إطار مكافحة الإرهاب لم يتم إجراؤه، وتؤكد أن جميع التمارين المشتركة مع الجانب الروسي أو أي شريك آخر يتم الإعلان عنها من خلال البيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الدفاع الوطنية. لم يتم إجراء هذا التمرين العسكري الذي كان مبرمجا مع الجانب الروسي، لم يتم إجراءه. قال لك راهي تناولت بعض الإعلام الدولي وقال أنه فيه مناورة إلى آخره ما بين الجزائريين والروس في الحقيقة قبل الإعلام الدولي قالها شنقريحة في جوان الماضي، ونشرها الإعلام الذبابي في الجزائر، نشرتها صفحات ذبابية وافتخروا بها، وراح نديروا مناورات مع الروس وتشوفوا، وأمريكا ما على قول القذافي كان يقول لهم، عنده مقولة، سامحوني أيضا على العبارة لكن هكذا كانت تقال، يعني ما نحبش هذه العبارات لكن هكذا كانت تقال. القذافي يقولها، يقول طز في أمريكا، في أمريكا وبريطانيا طز مرة ثانية. هذه العبارة، وكانت هذه مشهورة أيامها في التسعينات، ومليء بها شوف ايش وريك، هذو اللي يعودوا عايشين المتألهين، الطغاة المتألهين هذه يعيشوا في عالم آخر، ويعود عندهم السبير تاعهم، يعود عندهم هذوك الذباب نتاعهم، يزيدوا ينفخوهم بدل ما يجيبوا العقلاء يفهموهم العالم كيش راه يمشي، لا يزيدوا ينفخوهم. وراكم عارفين وراه القذافي الآن. المهم واش قالت هنا؟ قالت باللي كان مقرر إجراء مع الجانب الروسي وراه لم يتم إجراء، وأن وزارة الدفاع قالت اسمعوا من عندي برك أنا نقول الصح. خلينا نشوف واش قال السيد الروسي. جرت قبل ذلك في أغسطس جلسة للجنة الحكومية للتعاون التقني العسكري، وفي خريف عام 2022 جرت المناورات العسكرية فوستوك 2022 التي شارك فيها العسكريون الجزائريون إلى جانب مناورات القيادة والأركان في منطقة بشار بالجزائر التي شاركت فيها الوحدات المسلحة الروسية. وين هذه؟ استنى. أن لدينا حوارا نشطا ومكثفا في جميع. استنى، هذه وين التي شاركت فيها القوات الروسية؟ إلى جانب مناورات القيادة والأركان في منطقة بشار بالجزائر التي شاركت فيها الوحدات المسلحة الروسية، أي أن لدينا حوارا نشطا ومكثفا في جميع المجالات. نرجع لهذه تاع حوارا، مناورة للقيادة، ايش قال القيادة والأركان في منطقة بشار كما قالوا بشار يعني الآن واحد منهم يكذب، لأن كما سمعتم من التلفزيون الرسمي وبيان وزارة الدفاع أنه لم تكن هناك مناورات في بشار، لم تكن هناك مناورات في الجنوب مع الروس. لكن هذا التدخل تاع لافروف كان أول أمس مع قناة روسيا اليوم بالروسية، ربما يعود مترجم أيضا لقناة روسيا اليوم بالعربية، قد يكون لأنه فيه بلد عربي فربما يترجموه. إذن واحد منهم يكذب. قناعتي أن لافروف مش يكذب، في هذه قناعتي، مع أن الروس يكذبون كما الجماعة نتاعنا أو أكثر، لكن قناعتي أنها مش يكذب، لأنه يعرف أنه لو كان يكذب هذه قضية خطيرة، هذه يكذب عليهم مناورة ما صراتش، ويعرف باللي النظام هو أصلا في هذا اللقاء اللي كان فيه كلام على 8 دقائق تقريبا كان على الجزائر، تدخل في 8 دقائق تاع لافروف أو 9 دقائق كان على الجزائر وعلى الضغوطات الغربية. هما جايبين منه مقطع واحد يقول لك راهو قال باللي الغرب راهو ما يعرفش الجزائريين، والجزائريين راهم ما همش هذوك اللي تخوفهم إلى آخره. أوكي، نفخ هكذا في الفراغ. الجزائريين اللي ما تخوفهمش هما الجزائريين اللي عندهم مبادئ وأخلاق وقيم وقدرة على المواجهة، هذا اللي ما تخوفهمش.
أما هذا القتلة، هذا الذباحين تاع التسعينات، فهذول راهم يترعشوا رعش، راهم مرعوبين رعب أنهم يطيحوا في عفيد الشعب الجزائري، ولا يطيحوا ولا يطيح العصابة ويلقوا رواحهم، بل بالعكس راهم يترعشوا رعش حتى من بعضهم اللي راهم مدخلين بعضهم للسجون. مش هذون هم الجزائريين يا لافروف اللي نتكلم عليهم. عموما واحد منهم يكذب، أنا قناعتي أن العصابة هي اللي تكذب، لكن راهم الآن في ورطة حقيقية. اللهم إلا إذا اتفقوا مع الأمريكيين والفرنسيس وقالوا لهم اسمع، احنا للأسف راها جرات هذيك المناورات في نوفمبر، واحنا ما كناش عارفين باللي يدير لكم قلق، لكن راه لما جاء المسؤول الأمريكي في بداية ديسمبر عرفنا باللي راه كاين قلق غربي، راح نعلنوا وانتم تفضوا وحنا نعلنوا باللي لم تجري. لكن هاو لافروف خرج وقال جرت، وكي خرج كان يمدح في النظام الجزائري، ما كانش يسب فيه، لأن لافروف راح يدير دورة في المنطقة بما فيها الجزائر باش يلتقي زعما دول إفريقية وعربية كذا اللي راه يخرجها من الهيمنة الأمريكية، واللي راهم واقفين موقف ليس سيئا مع روسيا إلى آخره بما فيها النظام الجزائري. إذن هذا يطرح إشكال حقيقي الآن، ويطرح لهم إشكال حقيقي. إذا لم يكن الكذبة نتاعهم داروها باتفاق مع القوى الغربية، فمعناها راح يزيدوا يضغطوا عليهم أكثر ويقول لهم كذبتوا علينا. وها واش قال لافروف بعد ما قال لافروف هذا الكلام؟ صرا شيء ولعلكم سمعتوا به اللي تم مع الأخبار في الجزائر. واش صرا؟ خلينا نقولها لهم حتى من عندهم يعني. واش صرا؟ كشف الاتصال أو هكذا جرى اتصال بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ووزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة مباشرة ساعات بعد تصريح لافروف أن صبر الولايات المتحدة يبدو أن صبر الولايات المتحدة بدأ ينفذ من إمساك الجزائر بالعصا من منتصف العلاقة. هذا واحد معلق على الموضوع، لكن خلينا ناخذ اللي مش تعليق، ناخذ المضمون. شيرمان بيان الخارجية الأمريكية وش قال؟ قال أكدت شيرمان التداعيات العالمية للعدوان الروسي غير المبرر في الحديث تاعها مع العمامرة. قالت له راه العدوان الروسي على أوكرانيا غير مبرر وغير قانوني وغير مقبول، وأهمية الدعم الدولي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الخاصة باحترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. مباشرة قالت لهم مباشرة بعد تصريح لافروف كلمات ويندي شيرمان، ما كلموش بلينكن، وهذه أيضا إهانة مرة أخرى. أي أن نائبة الوزير هي اللي كلمت الوزير نتاعنا نتاع الخارجية أو نتاع العصابة بعبارة أدق اللي هو شاد ملف الخارجية، وزير الخارجية للعصابة، ما كلموش وزير نظيره. في الدبلوماسية كاين حاجة يسموها لا ريسيبروسيتي، المعاملة بالمثل. المفروض ترفد نائبة الوزير تقول نتكلم مع الوزير، يقول لها لا، الوزير مش من رتبتك، اللي من رتبتك في الجزائر هو الأمين العام، هو اللي تقريبا يجي كنائب وزير، ما يفوتولهاش الوزير. لكن طبعا راك تتكلم مع نظام حكم شعب ويقول مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية وتبون مزور جابوه العسكر وجنرال بوبيل الجزائر في الاستقلال، ومن جهة الأخرى تتكلم مع الإمبراطورية التي تفرض في قواعدها وقوانينها على العالم حقا أو باطلا. فإن كانت عندنا دولة تاع سيادة الشعب يقول لهم لا، ناخذ مكالمة من عند الوزير أو نعقب لك النائب نتاعي. المهم ما نبقاوش في هذه النقطة الشكلية. إذن كلماته وبوضوح البيان موجود في الخارجية الأمريكية. شيرمان أكدت له، قالت له التداعيات العالمية للعدوان الروسي غير المبرر وأهمية الدعم الدولي. يعني أنتم كأعضاء في هذا العالم وفي الأمم المتحدة يجب أن تدعموا القانون الدولي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة الخاصة باحترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. وبالفعل في الميثاق الأمم المتحدة موجودة هذه المبادئ، وهو أن يجب أن تحترم حدود الدول وأن لا يتم اختراقها، وإلا صح ستكون فوضى.
أنا عندي اعتراضات كثيرة على الأمم المتحدة، لكن عندهم من حين لآخر عندهم بعض الأشياء اللي هي منطقية، يعني منطقية ومعقولة. يعني وش يقول بيان الخارجية الجزائرية؟ باش نقرأ البيان. أن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مطلع مامرة أجرى محادثة مع نائبة كاتب الدولة الأمريكي ويندي شيرمان بمبادرة من هذه الأخيرة، وقد سمحت هذه المكالمة بتبادل وجهات النظر العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك على وجه الخصوص الوضع في مالي، منطقة الساحل والصحراء، والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، فضلا عن قضية الصحراء الغربية وفلسطين، والأزمة الحالية في العلاقات الدولية على خلفية حرب في أوكرانيا. 6 نقاط. البيان تاع النظام الجزائري هدر على 6 نقاط. هي هدرت على نقطة أساسية ومن بعد تعاود تهدر على نقطة أخرى. تعاود تهدر تقول أعربت عن امتنانها لمساهمة الجزائر في حل النزاعات الإقليمية بما في ذلك دعمها لوقف التصعيد العاجل للعنف الفلسطيني الإسرائيلي، ولجهود الأمم المتحدة لدفع حل دائم وكريم للصحراء الغربية وللحفاظ على الأمن في منطقة الساحل. هذا في جزء آخر من البيان الخارجي الأمريكي. إذن واضح الرسالة اللي قالت أنها جاءت مباشرة بعد تدخل لافروف اللي قال فيه بأن المناورة جرت وتحكى على الجزائر وقال أن الجزائر تعرض لضغوطات غربية. وهو وش قال لافروف في هذه الأمور؟ صحيح، نظام في الجزائر يتعرض لضغوطات غربية، نحن نرفض هذه الضغوطات الغربية لو كان جاء نظام وطني، ولا نقبل تدخلات الخارجية حتى مع هذه العصابات. لكن للأسف ذباحين كثيرين منهم كانوا قتلة وراهم كبار مسؤولين اليوم على الجيش. قائد الجيش كان ذباح في الأخضرية وفي البويرة وفي بالعباس وفي الغليزان، وهم الملفات عندهم. يقولوا له ما تنساش روحك، لكن كما قلنا هم عندهم عدة طرق. يخرجوا لك أعضاء الكونغرس، ومرة يخرجوا لك مسؤول سابق، وبعدين يقدروا يبعثوا لك مسؤول يروح يقابل قائد الجيش في غرفة مغلقة، وتخرج السفيرة الأمريكية تتكلم هكذا تمد كلام جميل. السفيرة الأمريكية هذه راحت حتى للكوميسارية، والكوميسارية اللي راحت لها بالمناسبة قالوا لي قعدوا سمانة وهما ينظفوا وهما يبنتروا وهما يسقموا في هذيك ليسيلين، واللي كانوا محجوزين عندهم جابوا لهم ماكلة تاع 5 نجوم، والمكاتب ولا تشعل نتاع الكوميسار، والقيامة قامت وكأن ملائكة من السماء نزلوا يفتشون. علاه؟ أمريكية فقط، سفيرة أمريكا راح تشوف كوميسارية. ثم السؤال، علاش تروح تشوف سفيرة أمريكا كوميسارية؟ قيل صحراء جمهورية موز، يبدو أننا بالفعل ريبوبليك بانانيير. وش دخل السفيرة الأمريكية في تروح تزور الوالي ولا تروح تزور الكوميسارية؟ ولا مش معتبرينهم نظام حقيقي، نظام حكم حقيقي. صح راهم يعتبروهم عصابات حقيقة، لكن هم يتعاملوا. الأمريكيين يقول لك احنا براغماتيين ما دام ورانا نتعاملوا. وبعدين بالنسبة للأمريكيين وين يلقاو نظام خير من هذا؟ وين يلقاو نظام يخضع البلاد، يوتر المنطقة، يخدم لهم، يفتح لهم الأجواء، يدفع الجزية؟ فقط في قضية أنه يشري السلاح من عند الروس ما قبلوش، قال لا، وإلا نطبق عليك قانون كاستا وندير لك كما إيران. العبودية. لكن في النقاط اللي ذكرها بيان وزارة الخارجية الجزائرية كما يسمونها، ولم تعد للجزائريين إنما هي العصابات، 6 نقاط. الوضع في منطقة مالي، الوضع في مالي ومنطقة الساحل والصحراء، والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، فضلا عن قضيتي الصحراء الغربية وفلسطين، والأزمة الحالية في العلاقات الدولية. طبعا كنا ناخذهم كامل نطول، لكن راح نكون باختصار تليجرام. يعني في موضوع مالي، ماذا تريد الولايات المتحدة في موضوع المالي؟ يقولوا لهم لا نريد دعمكم لفاغنر، عليكم أن تنهوا نهائيا موضوع فاغنر. والحقيقة أن النظام الجزائري بدأ ينهي دعمه لفاغنر نهائيا في مالي، وزيارة شنقريحة كللت ذلك وأكدت ذلك.
واكيد ان العمامره نقلها راكي عارفه، راح مون جنرال كما قال واحد منهم لفرنسا، وراه الموضوع هذا انتهى. أسوأ من ذلك رايحين يدعموا فرنسا باش ترجع المالي وبوركينا فاسو وغينيا اللي طردت منهم بدعم فاغنر وبدعم الروس وبالأنظمة اللي راهي قايمة فيها. وهذا يتعلق على مالي ولا منطقة الساحل والصحراء. الساحل والصحراء أكيد تقولوها هو منطقة ما تحت الجزائر في الجنوب، مش الصحراء الغربية ولا الشرقية ولا الهندية ولا لا. منطقة الساحل والصحراء هي تسمية للدول اللي تقع جنوب الجزائر، يسموها منطقة الساحل والصحراء، ومرات يسموها منطقة الساحل فقط. التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب هذه تعجبهم، أمريكا تعجبها والنظام الجزائري يعجبها، لأنهم يغنوا على الإرهاب ومكافحة الإرهاب طول الوقت. وهذه أمريكا مخليتها لهم، غير غنوا على الإرهاب باش تحكموا شعبكم وتخنقوه وتنهبوه وتزيروه، وتبقى الجزائر رديئة وفاشلة وضعيفة. هذه الجزائر اللي كانت قبل 200 سنة تدفع لها الولايات المتحدة في مثل هذه الأيام، قبل 200 سنة كانت البوارج الأمريكية ولا البواخر الأمريكية كي تجي عاقبة تدفع الجزية. أنا لست مع هذا الآن، العالم تغير، لكن فقط هذا للتذكير تاع التاريخ. الآن انقلب الموضوع عكسا تماما. من يريد أن يرى هذا يشوف، يكتب على واحد القبطان الأمريكي وش جايب الهدايا للداي تاع الجزائر في 1815 أو 17 أو إلى آخره. درك يخرج لك واحد يقول لك لكن هذوك كانوا أتراك إلى آخره. هذا موضوع آخر، لكن راهو في الحقيقة بدون رضا الجزائريين ما كان للعثمانيين يقدروا يبقوا في الجزائر. هذه برك باش نقولها لبعض القوم، يعني راهو بدون رضا الجزائريين اللي كانوا مرات يتحاربوا معاهم على كل حال، لكن في العموم كانوا يعتبروهم خاوتهم المسلمين. والعثمانيين جاوا للجزائر بطلب من سلطان بجاية، أعتقد كانوا يسموه السلطان كوكو إلى راني ذاكرتي جيدة، وبطلب منه لحمايته من الغزو الإسباني البرتغالي آنذاك قبل 600 سنة يعني. لكن هذا موضوع قد نعود له مرة أخرى ببعض التفاصيل، يعني في بعض القوم اللي يحبوا يلغوا تاريخ الجزائر. راهو مش من مصلحة المغرب أن يلغى تاريخ الجزائر، مثل مش مصلحة الجزائر أن يلغى تاريخ المغرب. رانا إخوان ورانا أشقاء، وما تدخلوش في الخصومات والجزائر لم يكن لها تاريخ. لا الجزائر راهي ضاربة في التاريخ آلاف السنين مثل ما المغرب آلاف السنين. قبل الفتح الإسلامي كان هناك الأمازيغ وكان الاحتلال الخارجي خاصة الروماني، وبعد الفتح الإسلامي تحررت المنطقة وأصبح أهل البلاد أمازيغ، سواء اللي تسمى اليوم المغرب أو الجزائر أو تونس أو ليبيا، هم أسياد المنطقة مع إخوانهم اللي جاوا من الشرق، جاوا فاتحين وجاوا إخوان. في الأول حاربوهم، وبعدين لما عرفوا أن هذا دين عدل تعاونوا معهم وفتحوا الأندلس اللي هي اليوم إسبانيا. لكن هذا موضوع قد نعود له في أوقاته يعني. المهم شيرمان هذه وضحت لهم الصورة، قالت لهم درك أنا بالتأكيد تكون ربما طرحت له السؤال هل أجريت أم لم تجرى. إذا كان صار اتفاق من قبل بأنهم النظام الجزائري يقدر يكذب، خلاص راه هي كان عندها أخبار. إذا ما كانوش عارفين الأمريكيين وخرج لافروف وهي بعد ساعات، يعني ما انتظرتش نهارين ولا 3، بعد ساعات اتصلت بالعمامرة. إذا ما كان معناها راه يفوتاتوا على الانترغاتوار. إذا ما كانش بيناتهم الاتفاق، كيفاش تقولون لم تجرى هذه المناورة وهي أجريت؟ في الحقيقة لم تجرى المناورة، ولم يذهب كما قالوا ذاك الوقت وخرج ذباب أنه ذهب إلى موسكو قبل نهاية العام، وتم تخفيض ميزانية الجيش رسميا على الأقل من 23 مليار دولار إلى 18 مليار دولار. وهاجم تبون في لقائه مع لوفيغارو، هاجم الروس عندما هاجم فاغنر وقال الأموال اللي تعطى لهم راهي تروح للتنمية. هذه كلها مؤشرات على أن العصابة انتقلت من الحضن الروسي إلى الحضن الغربي، وأشياء أخرى كثيرة.